الطلاب اللي بيدرسوا في روسيا تعالوا اقول لكم 10 نصايح للتوفير في الاوضاع الحاليه. اول حاجه كارت المواصلات، اما الكارت ده او الكارت ده، وعندك كروت تانية لمدن تانية وكل مدينه تختلف بالنظام بتاعها بالشركات بتاعتها. عندك مثلا الكارت ده بيخليك بدل ما تدفع 30 روبل تدفع 23 روبل بس، فده هيوفر لك. عندك مثلا الكارت ده بيخليك بيس ليميت اللي هو تركب براحتك باشتراك ثابت، اللي هو مثلا 1200 روبل لو هتركب كذا حاجه، 950 روبل لو حاجات واحده، يعني كده. فدي طرق توفير حلوه جدا لو انت بتركب مواصلات كتيره، فمش هتلاقي الفلوس بتروح منك في ثواني يعني. وكان في فيديو يا جماعه اتكلمت فيه عن كروت المواصلات، هسيبه لك في الوصف تحت. كارت تنكوف، الكارت ده يا جماعه حاجه عظيمه جدا، بيعمل لك كاش باك، اللي هو بتشتري حاجه بيرجع لك 5% 3% 1% على حسب ما يكون في البرنامج. فده حاجه حلوه جدا، يرجع لك فلوس من غير ما تعمل اي حاجه. اللي هو انا رايح اشتري مثلا حاجه ب 100 روبل مثلا، ممكن يرجع لك 5 روبل، ممكن يرجع لك 10 روبل، ممكن يرجع لك 20 روبل، طبعا على حسب اختلاف الشهور. في كل شهر عندك عروض مختلفه. شريحه يوتا، الشريحه يوتا دي يا جماعه احسن شريحه انا بحبها لخطوط الاتصال او للنت يعني، عشان ممكن تحدد فيها اللي انت عاوزه، تخلي نت، تخلي يوتيوب بس ليميت، تخلي تيك توك بس ليميت، مش عاوز مكالمات دقايق تلغيها براحتك، 50 جيجا 20 جيجا براحتك، تعمل كل اللي انت عاوزه، تظبطها على دماغك. فدي بجد احسن شركه انا شفتها لحد دلوقتي. جربت كل الشركات اتصال او شركات النت يعني بتاع خطوط اتصال، دي احسن شركه لحد دلوقتي شفتها. تعال بقى نتكلم عن السكن. عندك سكن جامعي وعندك الشقه، ده ارخص حاجتين ممكن تقعد فيهم في روسيا. السكن جامعي علشان انتوا عارفين بيكون رخيص قوي يعني، وسكن في شقه عشان بتكونوا مثلا 4 3 في شقه، فالايجار مشترك بينكم كلكم. العروض بتاعت المحلات يا جماعه، في اوقات كتيره في المحلات بيكون فيها عروض، عشان فانت لازم تراقب مثلا تروح يومين كل 3 ايام المحلات. بص، في حاجات عليها عروض مثلا من 150 ل 100 روبل، فده فايده ليك انت. نفس الحاجه مثلا تاريخها قرب ينتهي بشويه، فدي حاجه حلوه تجيبها رخيصه، وكده كده مش هتاكلها وهي بايظه يعني، فلسه اصلا التاريخ انتهى لسه بعيد، فانت توفر فلوس وعروض حلوه جدا. لما تجيبوا خضروات الفواكه يا جماعه، حاولوا تجيبوها من الناس اللي في الشارع، او اللي بيفرشوا بقى في الشارع، او بعربيات، او اللي بيحطوا حاجات كده في الشارع بيفرشوا عليها خضروات الفواكه، علشان دول يكونوا مزارعين وبيبيعوا حاجات رخيصه من المحلات ومش وحشه، لا حاجات جودتها نظيفه قوي ومغسوله وكل حاجه، بس ارخص من المحلات عشان دول مزارعين زي ما قلت لك. الطبخ في البيت يا جماعه ديت اهم نصيحه لازم اقولها لك، انك تطبخ في البيت، علشان لو هتروح تجيب اكل من بره هتخسر كل فلوسك. واقل حاجه ممكن تجيبها الشاورما بكام؟ ب 160 روبل 170 روبل، دلوقتي بقت بتعمل جنيهات كتير قوي 170 روبل دول. فحاول تطبخ في البيت احسن. ايوه الواحد بيكسل، ايوه الواحد بيقول مش عندي نفس او مش عارف ايه او طبخي وحش، فحاول تتعلم وحاول تظبط الدنيا. وهسيب لك في الوصف تحت اللي هو قناه حلوه جدا لتعلم الطبخ، اللي هو كل الطبخات القناه عملتها، مفيش طبخات القناه ما عملتهاش. لما تروح تشتري مسحوق غسيل او تايت او فيري او مش عارف مزيل عرق او شامبو او الكلام من ده، حاول تشتري من المحلات الكبيره او الصيدليات الكبيره، عشان بيكون فيها عروض كتيره وبيكون حاجات فيها رخيصه، وعشان توفر شويه فلوس حلوين يعني. بس ده مش قاعده دايما، عادي ممكن تلاقي المحلات الصغيره فيها الحاجات دي ارخص من المحلات الكبيره، بس بقول لك في الغالب بيكون المحلات الكبيره الحاجات دي ارخص هناك. شبه مثلا اشان، لينتا، وبريكروستيك، لو لقيت بريكروستيك فروع كبيره كده. حاول يا جماعه تنزلوا الشغل حتى لو مره مرتين 3 في الاسبوع، حاولوا يعني تكسبوا حاجه كويسه، مثلا مره تجيب فيها 1000 روبل 1200 روبل 1300 روبل، فهي تساعدك. حاول تشوف حد يجيب لك شغل او تنزل يوم يومين 3. عارف انك تدور على شغل صعب، فحتى لو معاك لغه كمان برضه صعب، فالموضوع مش هيجي مره واحده، هيجي شويه شويه هتعرف تلاقي شغل ان شاء الله، والدنيا تظبط معاك. فحاول تنزل شغل او تدور على شغل. اخر حاجه التزم بالقواعد يا جماعه، التزموا بكل القواعد وما تخالفوش. مثلا اشاره المرور ما تمشوش وهي مقفوله، الباص اركبوا وادفعوا، ما تعملوش اي مخالفات، عشان هنا المخالفات بيتعمل لك بروتوكول وتدفع فلوس، فهي غرامه يعني، فملهاش لازمه. وبس يا جماعه، انا كده اتكلمت بقى بسرعه وجبت لكم ال10 نصايح كلهم وبس. شكرا على المشاهده، ما تنسوش بقى اللايك والشير لكل الناس، وقولوا لي رايكم في الكومنتات تحت، وسلام.